فيبقى صدام كده عنده 3 اخوات من امه، وكان له اخ من ابوه بس مات بمرض السرطان. وكانت حياتهم في قرية العوجة دي كانت حياة صعبة، لا كان فيها لا مية نظيفة ولا حتى كان فيها كهرباء، لدرجة ان اجبرته الظروف انه يبيع بطيخ وهو لسه طفل صغير في القطر اللي كان بيروح من تكريت لبغداد. وهو عنده 11 سنة هرب من جوز امه وراح عند خاله خير الله طلفاح. وكان خاله خير الله طلفاح ده كان ضابط في الجيش العراقي، وكانت مشهور بنزعيته القومية. ده غير كمان ان هو كان بيحب هتلر وكان بيؤمن بافكار هتلر دي، فده سبب له مشاكل كتير واعتقالات كتير، وبعد كده فصلوه من الجيش. ولما اتفصل من الجيش اشتغل مدرس. فصدام هرب من جوز امه وراح يعيش عند خاله. ولما صدام راح عند خاله ما كانش لسه لا بيعرف لا يقرا ولا يكتب، فابن خاله بدأ يعلمه القراءة والكتابة والحساب. وبعد كده التحق بالمدرسة الابتدائية سنة 1955، وكان اكبر سنا من زمايله. يعني كان داخل المدرسة الابتدائية ده وسنه حوالي كان 18 سنة. وانت عارف اللي بيخش المدرسة الابتدائية بيبقى سنه يا 7 سنين يا 8 سنين.